قبل ما ندخل في تفاصيل الرؤية وموضوع الاقتصاد ده يهمني شخصيا يعني، أنت أحد 3 من مرشحين التيار الإسلامي، حضرتك ودكتور العوة ودكتور أبو الفتوح. أولا لماذا لا تترشح يعني الإخوان، جماعة الإخوان، وأنت تنتمي إليها يعني، أو ما زلت عضوا في الإخوان المسلمين، مظبوط ولا؟ طبعا لا يزال هذا يشرفني. نعم. لكن جماعة الإخوان قالت أنا مش هرشح مرشح رئاسي، لن أطرح مرشح رئاسي، واختلفت مع الدكتور أبو الفتوح عندما قرر ترشيح نفسه. ليه ما اختلفتش مع حضرتك؟ ما اختلفتش معايا لأنه أصل الحمد لله يا رب مش هنختلف أبدا إن شاء الله. هو الفكرة إنه نستطيع أن نتحدث كذلك عن محرر في صحيفة معارضة تعود أن ينشر صور التعذيب وصور المستندات التي ينسب صدورها إلى أجهزة وزارة الداخلية، ويشاء الله أن تنكشف الحقائق قبل أيام ويعترف الحر في حديث مسجل بإذن القضاء كيف يزور هذه الصور. لا نلقي الاتهامات بغير دليل، ولكن معي الآن وثائق وتسجيلات تمت بموافقة النيابة والقضاء مقننة تثبت صحة ما أقول، وأرجو أن يأذن لي مجلسكم الموقر بعرض جزء من هذه التسجيلات. فهل يأذن المجلس؟ لا واحدة. هل يأذن المجلس للسيد الوزير في عرض هذه التسجيلات؟ الموافق يتفضل برفع يده. موافقة، يؤذن له. الله، ما تسيب المجلس يتكلم. التسجيل ليس لصلاح ابو اسماعيل. ما تقعد يا استاذ. صلاح ابو اسماعيل عنده حصانة. التسجيل لواحد تاجر عملة من الجهاد بيكلم صلاح ابو اسماعيل وبيطلب منه فلوس عملة صعبة وبكام والى اخره. استنوا لعلكم تستفيدوا. استنوا. معاه اذنيات. هات يا سيادة الوزير اقعد يا اخي تتحقق معاه الاذن. تعال بس الشيخ الكلام. اقعد يا حسن. اسمع، هي الديمقراطية فوضى. ايوه يا حسن، الديمقراطية زعيق. هي الديمقراطية زعيق. ورينا يا سيادة الوزير، ورينا سيادة الوزير. اذن النيابة موجود وكل ورقة مختومة بخاتم النيابة من التسجيل اهو. اللي عاوز يصور ومختومة بخاتم النيابة. تسجيل مختوم بخاتم النيابة اهو. الديمقراطية تنكسر حتى يمكن ان نقول ان المعارضة قادرة على ان تسمع الرأي الاخر. وليتفضل السيد الوزير. وليتفضل السيد ولن اغادر مكاني حتى مهما جلست هنا حتى ينفذ قرار المجلس. ومن يتعب وسأستعين بالله وبكم كي لا اتعب وكي تسمعوا. قريب منه ولا بعيد؟ لا بعيد خالص. طب اليوم نازل رايح المجلس دلوقتي. انا جيت حضرتك يا ابراهيم. الو صباح الخير. ابقى اكلم الدكتور محمد يوسف من فضلك. قولوا له صلاح ابو اسماعيل او بمجلس الشعب.
طيب انا هقول لحضرتك على الرسالة، خليك معايا يا استاذ محسن. مع حضرتك عاوز اقول لحضرتك على الرسالة. والله انا نازل، انت عارف دلوقتي المجلس عندنا ليل نهار عشان مناقشة بيان الحكومة، فانا اللي اكلمكم بس اديني ميعاد اكلمكم فيه من اي مكان حوالي 11:30 كده. ربنا يوفقكم، شكرا، مع السلامة. ايوه محسن باشا، انت حضرتك ولا حاجه؟ لا انا تحت الارض. اهلا بيك ومرحبا. ما تقولش بيه هنا بس، يعني احنا كنا عايزين نشوفك يا اخي العزيز. ان شاء الله يوم الاربعاء. يوم الاربعاء رجاله حضرتك يوم الاربعاء ان شاء الله. ما تخليها الخميس اللي زي ما تحب حضرتك. خليها الخميس لان يوم الاربعاء الثلاث والاربعاء عندي زحام. طيب ما فيش حضرتك بتاع ده امريكاني؟ لا هو وصل كام دلوقتي؟ هو زي ما هو 9 تقريبا. امال بيقولوا تجاوز ال 50 ليه؟ ده حدنا ما تجاوزش. لا خلاص. هنا تجاوز؟ والله ده اسأله لي امبارح ما اعرفش يعني. ما اعرفش، لما هو يبقى دايما في العشرة الاواخر من ديسمبر بيبقى كده. الناس عايزه تلملم عشان تخلص مع البنوك. ايوه بالظبط. وبعدين يبتدي يسترخي تاني. تقريبا كده الناس كلها عايزه تخلص السنه. يسترخي تاني وانت عاوز قد ايه؟ يعني لو في مثلا 10 15. لا خلاص انا خلصت. طيب بس كده وربنا يكرمك ويبقى معانا الخميس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. كل كلمة موقع عليها في هذا التسجيل من النيابة. معلش هو عاوز يستخلص نتائج. طب زعلان ليه؟ ما فيهاش حاجة. زعلان ليه؟ الله، هو عاوز يستخلص نتيجة. واحفظوها بقى، احفظوها عشان تبقى كلمة بيني وبينكم معروفة. الوقاية الوحيدة ان شاء الله لرئاب لأعناق الذين قاموا بالثورة، الوقاية الوحيدة لرقبة الناس اللي قاموا بالثورة هو بإذن الله تعالى أن ننجح في انتخابات رئاسة الجمهورية إن شاء الله. لأن أي ثورة بعد أن تهدأ ينكلون بالثائرين، ينكلون بمن قام بالثورة، ينكلون بها تنكيلا ما لم يوجد العدل والرحمة. حاكم عادل في قلبه رأفة